السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت عايز تخش مجال الكلاود، مذاكر، خايف من الانترفيو، حاسس ان مفيش حد هيشغلك، الفيديو دوت ليك. ان شاء الله في الفيديو دوت هقولك على 5 مشاريع تعملهم او 5 افكار تعملهم هيخلوا السي في بتاعتك كويسه جدا، هيخلي اي حد يعمل لك انترفيو يحس ان انت عندك خبره ويحس ان انت مش بس مذاكر، لا بتعرف تشتغل. تعالوا هنا كده نتكلم على اول مشكله. المشكله الاولانيه ان اغلب الناس ما بيبقاش عنده تنظيم في الحاجات اللي بيذاكرها، وده طبيعي جدا نتيجه وجود سيرفيسز كتيره، نتيجه وجود تولز كتيره في المجال، فانت ما بتبقاش عارف ان انت تجمع كل حاجه، فدايما بتحس بالذنب ان انت في حاجات كتيره ناقصاك، مع ان انت مش مطلوب منك ان انت تعرف كل الكلام ده. اول حاجه ان احنا محتاجين ان احنا نغير المينتاليتي بتاعنا واحنا بنذاكر. احنا مش محتاجين ان احنا نبقى يوزرز مجرد ان هو بيستخدم الحاجه، انا محتاج ان انا امسك الحاجه اللي انا بذاكرها اطلع بيها حاجه مفيده. اي حد يعرف ان هو يكريت EC2 انستنس، بس مش اي حد يقدر يمسك الاي سي 2 انستنس ديت يبتدي ان هو يخلي كل حاجه اوتوميتد، يحط بايب لاين، يجيب جينكنز، يحط دوكر، يبتدي ان هو يجمع اللي هو بيعمله دوت عشان في الاخر تبتدي ان انت تطلع مستفيد. تعالوا ننزل كده على اهم 5 حاجات الناس بتدور عليها في اي حد عايزه تشغله. الحته الاولانيه حته البايب لاينز از ديف اوبس، الحته الثانيه حته الكونتينرز ودي مهمه جدا، الانفراستراكشر از كود، وحته الاوبزرفابيلتي او المونيتورنج، ونضيف عليها في الاخر حته الاي اي. فانا في السلايدز ديت انا هقول لك ازاي ان انت تعمل ال5 حاجات دولت وتتقنهم عشان يبقى عندك ثقه في الانترفيو. تعالوا نخش هنا كده على البروجكت الاولاني. البروجكت الاولاني بكل بساطه انت هتروح تجيب ابلكيشن، الابلكيشن دوت وليكن مكتوب فلاسك مثلا، مربوط بداتابيز، محطوط على جيت هاب ريبو، تبتدي ان انت تعمل له باكجنج، تحوله لكونتينر، وتبتدي ان انت تكتب البايب لاين بتاع جينكنز، وتبتدي ان انت تخلي فول لايف سايكل اوتوميتد باستخدام البايب لاين بتاعك. في الحاله ديت انت استخدمت او انت عملت سيموليت لنفسك ان انت راجل شغال مع ديفلوبر وعملت السايكل دي كلها كامله. هتطلع من الموضوع دوت بمشاكل كبيره جدا، والمشاكل الكبيره جدا ديت هتبتدي ان هي تعلمك حاجات زي ليه البايب لاين بيفيل، ليه انا مش عارف اتعامل مع اللينكس بيرميشن، ازاي الكوميونيكيشن بين الماي سيكوال والداتابيز بيفيل. هبتدي ان انا اعرف حاجات كتيره ما كنتش هعرفها وانا بذاكر بس، فدور على بروجكت وابتدي ان انت تعمله بالطريقه دي. الحاله الثانيه، البروجكت الثاني اللي انا بقترحه عليك ان انت تحول نفس الابلكيشن اللي انت عملته دوت قبل كده، تدور على حاجه شبيهه بس تكون شغاله مايكرو سيرفيس، وانا هحط لكم في روابط الفيديو مشاريع ممكن تشتغل عليها. في الحاله ديت انت بتبتدي تفهم الفرونت اند بيكلم الباك اند، والباك اند بيكلم الكلام دوت كداتابيز ازاي، بتبتدي تحط الكلام دوت على كونتينر اوركستريشن زي الكوبرنيتس، فتبتدي ان انت بيلد الايمج، تكتب المانيفست فايل، تعمل ابلاي للكلام دوت، تبتدي ان انت تشوف البودز شغاله، تشوف الابلكيشن شغال، تبتدي ان انت تطلع URL. تمام، هيحصل عندك مشاكل كبيره، هتبتدي ان انت تعمل ترابل شوت ليه الابلكيشن دوت بيعمل كراش لوب باك اوف مثلا، تبتدي ان انت تشوف اللوجز، ده هيديك خبره كبيره. خلصت انا الكلام دوت وطلعت الابلكيشن بتاعي في كوبرنيتس حتى لو لوكال، هبتدي ان انا احط الكلام دوت على كلاود، فهبتدي اعيد السايكل تاني، هبتدي ان انا بروفيجن الكلاستر بتاعي وليكن على اجور، وليكن على AWS GCP وات ايفر الكلاود بروفايدر اللي موجود قدامك، تبتدي ان انت تكتب تيرافورم ان انت بروفيجن الكلاسترز ديت، تبتدي ان انت تحط بايب لاين لتيرافورم نفسها، بحيث ان انت لما تعمل بوش للتيرافورم كود دوت يبقى محطوط على جيت ريبو، وتبتدي ان انت تعمل BRs، تبتدي ان انت تشوف السايكل دي. تمام، تبتدي ان انت تفهم ايه الستيت فايل بتتحط فين، ازاي ان انا بعمل بلان. فحتى وانت بتعمل انفراستراكشر يبقى لازما يبقى فيه بايب لاين بيفهمك ايه الحاجات اللي انت بتعملها، تشوف الستيت فايل هيحصل فيه ايه، تشوف ايه الدريفت ديتكشن، ازاي افرق ما بين الحاجات المكتوبه في الكود عندي في الانفراستراكشر از كود وما بين الموجود فعلا في الكلاود. خلصت البروجكت دوت بقى شغال تمام، ببتدي ان انا اعمل بايب لاين على الانفراستراكشر، ابتدي بقى اقول خلاص انا دلوقتي محتاج ان انا اشوف ايه اللي بيحصل عندي، فمحتاج ان انا استخدم observability او مونيتورنج تول. واكتر حاجه ستاندر الناس بتستخدمها هي البروميثيوس ستاك مثلا، اقدر
اقدر ان انا ابتدي ان انا اشغله مع كوبرنيتس، ابتدي ان انا انتجريت، اشوف الميموري، اشوف السي بي يو، اشوف البودز، اعمل سكرابنج، ابتدي ان انا افيجوالايز الكلام دوت جوه جرافانا، ابتدي ان انا اكتب اليرت بحيث ان هو لو حصل ابلكيشن داون يبتدي ان هو يبعت لي ايميل او يبعت لي مسج على سلاك. فانت عايزك كده تسيميوليت الحاجات اللي بتحصل كديفلوبر لحد ما تطلع للبرودكشن. هتقول لي انا ما عنديش اللود بتاع البرودكشن، هقول لك لا، ممكن تجيب سيميوليشن تول تسيميوليت اللود بتاعك، تبتدي ان انت بوش ترافيك على الكلاستر بتاعك، يبتدي الكلاستر بتاعك ان هو يقع وهو فيه ريسورس صغير، تبتدي ان انت تشوف السي بي يو بتعلى، تبتدي ان انت تحس ان انت عندك مشاكل. البروجكت الاخير ده انترستنج وهو اوبشنال بروجكت، بس انا يعني بنصح الناس ان هي تعمله. ممكن بكل بساطه ان انت تعمل اي اي اسيستنت ليك، عباره عن سكريبت بايثون بيكونكت على ال ال ام اي بي اي وليكن اوبن اي اي، تبتدي تديله اللوجز مثلا بتاعك، يبتدي ان هو يفهم الكونتكست بتاعه ويبتدي ان هو يبعت لك اليرت. اقدر ان انا احط الحته دي برضو في ايجنت يعمل لي الكلام دوت، يبتدي ان هو يمشي معايا ياخد اللوجز، يعمل انالايز لللوجز، يبتدي ان هو ايه يعمل لي ريكومنديشن، ويبتدي ان هو ايه يسجست مثلا فيكس. طبعا ما يعملش موديفاي للانفراستراكشر، بس يسجست ويبعت لي الكلام دوت مثلا على سلاك. فانت هنا كده هتبقى ايه الاستفاده اللي انت استفدتها؟ ابتديت ان انت تتعلم الاي اي تولز اللي الناس بتتكلم عليها، ابتديت ان انت تفهم ان الاي اي مش بالاختراع الكبير اللي الناس شايفاه صعب ان انت تستخدمه، بس تيك كير في الانفراستراكشر، انت تستخدمه بس ان هو يانلايز، يديك ريكومنديشن. وبرده هقول لك على حاجات اكسترا ممكن تعملها. ممكن تبتدي ان انت تبص على كوبرنيتس ازاي ان انا اعمل سكيلينج بيزد على الايفنت دريفن اوتو سكيلينج، حاجه زي كده. يعني لما الترافيك بتاعي يزيد ابتدي ان انا اقول ان انا هسكيل بيزد على نمبر اوف ريكويستس على الاي ال بي مثلا او اللود بالانسر. تبتدي ان انت تطلع من المود ان انا بذاكر بس، تبتدي اخش في مود ان انا بطلع تطبيقات وبحطها وبعمل شو كيس لنفسي. ممكن برضو تدور على مشروع ام ال اوبس، تبتدي ان انت تشوف اي مشروع اوبن سورس، تبتدي ان انت تعمل له ديبلوي وتعمل بايب لاين. النقطه المهمه، مش عايزك تروح تعمل كوبي وبيست، تبتدي ان انت تطبق كتير، تعمل الحاجه تعمل لها ديبلوي وبعد ما تعمل لها ديستروي وبعد كده ترجع تعيدها تاني وتعمل نفس القصه لحد ما تحس ان انت فهمت. في الاخر انا عملت الكلام دوت، فانا محتاج ان انا اطلع كل اللي انا عملته ده، اقول حد بيعمل لي انترفيو انا بعرف اعمل كل الكلام دوت. فالشو كيس مهم جدا، تحط الكلام بتاعك دوكيومنتد على جيت هاب، تكتب الكلام بتاعك دوت دوكيومنتد في السي في بتاعتك، تخش الانترفيو وانت واثق من نفسك طالما انت عملت الحاجه بايدك، ما عملتش كوبي بس. وان شاء الله ان شاء الله لو انت عملت الحاجات ديت باذن الله، لو انت فريش او بتدور ان انت تنقل، اي حد هيفكر ان هو يشغلك، لان انت دورت كتير، بتعرف تبحث، بتعرف تحل المشاكل، الحاجات ديت بقت موجوده عندك. فيلا بينا نبدا اول مشروع، وان شاء الله باذن الله هتلاقي ان في اختلاف كبير جدا ما بين ان انت تذاكر وما بين ان انت تطبق. وشكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جاي، سلام عليكم.